مرض لازم تخلي بالك منه. ضغط والسكر على الباب، احترس. هو انت تخين ولا لا؟ السؤال بس، هل فكره ان انت توزن نفسك وتشوف طولك قد ايه وتشيل منه 100 وتعرف وزنك المثالي دي فكره حقيقيه ولا فشنج؟ من غير كلام كتير، هي فكره فشنج. في حاجه اسمها البادي ماس اندكس او مؤشر كتله الجسم، هو ده اللي بنحدد منه انت تخين ولا مش تخين، ولو تخين درجات السمنه بتاعتك ازاي. كل اللي حضرتك هتحتاجه في الفيديو ده هو آلة حاسبه. هتجيب وزنك تقسمه على مربع طولك بالمتر. خلينا نقول لو وزنك 100 كيلو على مربع طولك بالمتر، يعني لو طولك متر و70 سم فهيبقى 1.7، فهنقسم على 1.7 وبعدين نقسم على 1.7 تاني، هيطلع لك الرقم دوت هو البادي ماس اندكس بتاعتك. وفي الحاله دي طلع 34.6. لو الرقم اللي طلع عندك دوت من 18.5 ل 25 تقريبا فانت وزنك كويس، انت نورمال ويت، وزنك حلو. فوق ال 25 لحد ال 30 فبنسميك اوفر ويت، يعني انت وزنك زايد حبتين. فوق ال 30 لحد 35 فانت عندك سمنه من الدرجه الاولى. من 35 ل 39.9 فانت عندك سمنه من الدرجه الثانيه. فوق ال 40 فانت عندك سمنه من الدرجه الثالثه. ومع بدايات السمنه فاحنا بنعتبر ان ده مرض لازم تخلي بالك منه. ضغط والسكر على الباب، احترس.